مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا هنكمل المراجعة بتاعتنا وهنكمل مراجعة الحلقة الخامسة والحلقة السادسة من مسلسل فروم. بس قبل ما نعمل كده ما ننساش نفعل زر الجرس ونشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد. ويلا بينا نبتدي. بنبتدي على طول براندل اللي طلع من مسيرات الإسعاف بعد ما الوحوش ابتدت تقطع فيه ودخلوه بيت كلاين هاوس وبيحاولوا يسعفوه، وطبعا المنظر بقى بشع جدا بسبب اللي عملوه فيه الوحوش. وساعتها صاحبة كريستي بتقعد تزعق فيهم ان حد يمسكه كويس جدا عشان تعرف تضمد الجرح بتاعه. بويد لما بيمسكه راندل بينهار وبيزعق في وش بويد وبيقولوا انت السبب في كل اللي انا فيه ده. وبويد ساعتها بينهار جدا، بيطلعوا بيه على طول على كريستي علشان خاطر يحاولوا يسعفوه هناك. وساعتها بيرجعوا جيد وكين وكريستي من هناك. بويد بيحكي لجيد ان تابيسا رجعت، وجيد اول ما بيعرف ان تابيسا رجعت بيجري على طول وبيبقى عايز يروح لها البيت عشان عايز يفهم منها ايه اللي حصل، هي ازاي رجعت وايه اللي رجعها اصلا. وفعلا جيت لما بيدخل بيلاقي تابيسا بيتجنن كده وبيقول لها انت رجعتي؟ انا عايز اعرف ايه اللي حصل، انت ازاي رجعتي؟ جيم بيحاول يتخانق معاه عشان بيسيبها تهدى. ساعتها تابيسا بتقول له لا سيبه، هو من حقه يعرف. وساعتها ايسن بيقول له ماما دخلت في الشجره المسحوره، والشجره دي انت بتدخل منها وبتطلع في مكان تاني. ساعتها جيم بيقول لها شجره ايه؟ تعرفي توديني للشجره دي؟ انا عايز اعرف الشجره دي ايه اللي موجود فيها، انا عايز افهم ايه اللي بيحصل هنا. وساعتها بنروح لبيت كولاين هاوس وبنلاقي ابو فيكتور ان هو قاعد بيتكلم مع دونا وبيقول لها انا لو كنت اعرف ان انا هقابل ابني النهارده كنت هلبس لبس غير ده. ساعتها دونا بتقول له ابنك عاش هنا كتير جدا وممكن ما يستوعبش الموضوع بسهوله ومعلش. بيقول لها انا متاكد من حاجه زي كده. فعلا فيكتور بياخد ساره وبيرجعوا البيت علشان خاطر ياخد شويه حاجات عشان عايز يخش الكهوف ويدور على جاسبر الكهف بتاع الوحوش. وفعلا دونا بتقابل فيكتور وبتقول لفيكتور انا عندي ليك خبر، بص باباك هنا. فيكتور طبعا اول ما بيسمع كده ما بيستوعبش الموضوع وبياخد بعضه وبيجري وبيطلع بره، وساره بتطلع تجري وراه وتقول له فيكتور في ايه في ايه في ايه؟ بيقول لها سيبيني لوحدي سيبيني لوحدي. وساعتها دونا بتطلع لابو فيكتور وبتقول له معلش، قال لها انا عذره، انا عارف اللي حصل. تاخده وبتطلعه الاوضه بتاعت فيكتور وبيصعب عليه جدا ان ازاي طفل يبقى عايش في مكان موحش زي كده ويبقى عايش لوحده طول السنين اللي فاتت دي. ساعتها دونا بتقول له معلش هو هيستوعب اللي بيحصل ده واكيد هيفهم قد ايه انت بتحبه. على الجانب التاني بوي بياخد الناس بتوع القريه كلهم وبيعمل لهم اجتماع علشان يشرح فيه ايه اللي حصل، وبيطلب من تبسة ان هي تيجي الاجتماع ده علشان خاطر تشرح للناس ايه اللي حصل. وفعلا ده اللي بيحصل. بوي بيبقى قاعد وبيتكلم مع الناس وبيقول لهم ايه اللي بيحصل، وتبسة بتدخل وبيبتدوا يسالوها. طبعا الناس زي العاده بتسال اسئله غريبه جدا. هو انت فعلا رحتي مدينه ثانيه؟ اه. رجعتي تاني؟ اه. طب ما قابلتيش حد من الشرطه؟ ما حكيتيش لحد عن اللي احنا فيه هنا؟ ساعتها تبسة بتقول لهم لا. طبعا الدنيا كلها بتنهار، انت ضيعت علينا الفرصه الوحيده ان الناس تعرف ان احنا موجودين، انت ازاي تعملي كده؟ جيم بيقول لهم حرام عليكم انتوا بتسالوها ليه كده؟ وابو فيكتور بيقول لها على فكره هي لما جت وحكت لي انا ما صدقتهاش وافتكرتها مجنونه. وبرده الشرطيه اللي كانت موجوده في عربيه الاسعاف قلت لهم ايوه ده حقيقي، هي جت وحكت لي وانا برده افتكرتها مجنونه. ساعتها كلهم طبعا بيبتدوا لا اللي انت بتقوليه ده مش صح وانت ضيعت علينا فرصه مهمه جدا، انت ازاي تعملي معانا كده؟ وبيبتدوا يتكلموا معايا يقولوا لها طيب احنا عندنا حل تاني خالص، ممكن بقى تودينا للشجره دي واحنا هنعرف نعدي منها ونروح الناحيه التانيه واحنا هنعرف نحل الموضوع ده كله. بيقول لهم اللي انتوا بتقولوه ده مش صح، انتوا ما تعرفوش الشجره دي ممكن تعمل ايه، الشجره دي ممكن تدخلكم في اماكن غير الاماكن اللي راحتها اصلا تبسها خالص. انا دخلت في شجره زي كده وطلعت في قبر جيد وبتوديه عند الشجره، وبيبتدي جيد ياخد الورق اللي موجود جوه الازايز ده ويبتدي يقرا فيه الارقام اللي موجوده وعمال يقول للتبسة الارقام دي اكيد ليها معنى، الارقام دي اكيد مش معموله كده اعتباطا، اكيد الارقام دي ليها معنى معين. وبيبتدي يشرح لها بصي الارقام هنا ليها تسلسل معين زي تسلسل سنين زي تسلسل حاجه، فاكيد الارقام دي ليها معنى. واثناء ما هم قاعدين جه واحد من الموجودين في بيت كولاين هاوس بيقول لهم هي دي بقى الشجره، يعني هي دي الشجره اللي انت دخلتيها وطلعتي في مكان تاني؟ طيب انا بقى محتاج ادخل الشجره دي واشوف ايه اللي هيحصل. ساعتها تبسة بتقول له لا اللي انت بتفكر فيه ده مش صح، ارجوك ما تعملش كده. بيقول لها بصي احنا لازم نريسك، احنا عايشين هنا واحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل، انا هدخل واشوف اللي ممكن يحصل. بيحاولوا يمنعوه بس للاسف بيكون فات الاوان وهو فعلا دخل جوه الشجره.
وبعد كده بنشوف فاطمه اللي بتاكل اكل ملوث. ساعتها بيخش عليها أليس وهي بتحاول تخبي الاكل منه، وبتقول له في ايه؟ بيقول لها انا مش عارف، بس انا حاسس ان في حاجه غلط ومش عارف في ايه وبحاول اساعدك. فوريته الاكل الملوث، قالت له حل بقى الموضوع، انا حاسه ان الطفل اللي جوايا ده في حاجه غلط، الطفل اللي جوايا ده مش طبيعي. واثناء ده ما بيحصل بنلاقي ان فيكتور اخيرا قابل ابوه. طبعا كانت لحظه مؤثره جدا ان فيكتور بعد العمر ده كله يلاقي حد من اهله، وبيقول لي لابوه انا اسف بس انا ما عرفتش اروح البيت ازاي، انا كنت خايف ومش عارف اروح البيت ازاي. ابوه بياخده في حضنه وبيقول له ما تزعلش، انا موجود وانا جنبك. بعد كده بتحصل حاجه غريبه جدا، بيسمعوا صراخ جامد قوي وبيوصلوا بيلاقوا ان الراجل اللي دخل الشجره طلع في حيطه والجبس والاسمنت حواليه بيموت، وبويد بيتجنن. كل الناس بتبقى واقفه في ذهول. ساعتها بويد بيقول لهم هو ده اللي كنت بكلمكم فيه، مين عايز يجرب تاني؟ على الجانب التاني جيد ابتدى يرسم الشجره وخد بويد عنده وبيبتدوا يشرح له، بيقول له شايف الارقام؟ في نمط معين للارقام ديت. بويد بيقول له انت جبتني هنا وقلت لي ان في حل معين، قال له انا بحاول اوصل للحل. شايف الارقام دي كلها؟ انا طلعتها من الازاز اللي حوالين الشجره، لو عرفنا نعرف الارقام دي معناها ايه ممكن نحل اللي بيحصل ده كله. بويد قال له انا مش فاضيلك لكل اللي انت بتعمله ده، فكر في اللي انت بتفكر فيه ده لوحدك وبعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. انا مش فاضي لكل الكلام ده، والارقام دي بالنسبه لي لا تعني لي اي شيء. جيب بيقول له لا انا متاكد مليون في الميه ان الارقام دي ليها معنى والارقام دي ليها حاجه معينه. ساعتها بيقول له ان في رقم معين 1948، فجيب بيقول له 1948 ده انا لقيته موجود. وفعلا على الجانب التاني بنلاقي ابو فيكتور قاعد في الاوضه عنده، بيخش له فيكتور بيتكلم معاه وفيكتور بيبقى مستعجل جدا. فبابا بيقول له انت بتعمل ايه؟ انا رايح مشوار مهم جدا. قال له ممكن اجي معاك؟ قال له ماشي مفيش مشكله. وفعلا فيكتور راح لغايه الكهف وبابا بيقول له انا هدخل معاك الكهف. فيكتور بيقول له لا ده الموضوع صعب قوي، الموضوع خطر عليك. ساعتها بابا زي اي اب في الدنيا قال له انا ضيعتك مره مش هضيعك من عمري تاني، ومعنى ان انا لقيتك لو خطر الحاجه اللي انت بتعملها دي لو خطر يبقى نعملها سوا، مش هسيبك تعملها لوحدك. فعلا فيكتور بيقول له خلاص احنا هندخل الكهف بس اهم حاجه ما تعملش صوت وتفضل ماشي ورايا. على الجانب التاني بويد بيروح لراندل المستشفى، بيحاول يعتذر له بيحاول يطمن عليه. بتقابله كريستي بتقول له انا عارفه الاحساس اللي عندك كويس جدا وانت حاسس بالذنب بس ما تقلقش هو بقى كويس، وعندي خبر حلو جدا ليك تاني. عربيه الاسعاف اللي جت كانت مجهزه بكل حاجه وكان فيها جهاز سونار، فانت ممكن تجيب فاطمه واليس ونشوف البيبي اللي موجود في بطنها. بنلاقي فاطمه بتبتدي تتكلم مع اليس وبتبتدي تحكي له كل حاجه، واليس بيقول لها اكيد احنا لازم نلاقي حاجه علميه للي بيحصل ده، تفسير علمي للي بيحصل ده. واثناء ما هو قاعد معاها بويد بيجي وبيخبط على الباب ويقول لهم انا عندي خبر حلو جدا ليكم. وساعتها اليس بيقول لفاطمه انا ممكن ما ادخلوش، قالت له لا ادخله. بويد اول ما بيدخل ويشوف فاطمه منظرها مختلف كده فبيقول له اكيد في حاجه، ممكن اعرف ايه اللي بيحصل؟ ساعتها بيقعدوا مع بويد وبيحكوا له الاكل المسمى اللي هي بتاكله والدم اللي هي ابتدت تشربه. وبويد ابتدى يسمع الكلام ده ويبص لفاطمه باستغراب وبيقول لهم طيب كريستي لقيت جهاز سونار واحنا ممكن نشوف البيبي. اثناء ده الجين كان معاه كاميرا وابتدى يصور كل اللي موجودين في المكان، وصور فاطمه وهي نازله وقال لها انا بعمل ذكريات للمكان. ساعتها جيد لقى شجره تانية فيها الزجاجات دي وابتدى يلاقي الارقام اللي فيها وياخدها ويحاول يركب الارقام على بعض. تبسها وهي قاعده مع ايسن سمعت صوت موجود في البيت فوق، فطلعت فوق لقت الاطفال الصغيرين اللي كانوا بيطلعوا لها عمالين يقولوا لها عنكوي عنكوي عنكوي، وهي بتقول لهم انا حاولت اساعدكم حاولت اساعدكم. ايسن طلع لها ماما في ايه؟ الاطفال تاني؟ قالت له الاطفال تاني، تعالى نروح لجيد عشان نشوف ايه اللي يحصل. لما راحوا لجيد وابتدوا يتكلموا معاه ايسن قال له انا ممكن احل لك اللغز ده. وساعتها جيد ابتدى يوري لتبسها الصور بتاعه الحاجات اللي شافها الفتره اللي فاتت، وحصلت حاجه غريبه جدا. ساعتها افتكرت ان وهي صغيره كان بيجي لها احلام ان هي في المكان دوت، وان هي كانت بتصحى مرزوعه جدا من الاحلام ديت. ساعتها بتقول له انا شفت كل الكلام دوت في احلامي وانا صغيره. ساعتها بتقول لجيد انا ومراندل في حاجه بتربطنا ببعض. على الجانب التاني بنشوف فيكتور ان هو فعلا دخل الكهف ولقى جاسبر ومسك جاسبر، وساعتها باباه لقى حاجه تخص امه فبيقول له الوشاح ده بتاع امك. وساعتها قال له وطي صوتك عشان الوحوش ما تقومش. وحد من الوحوش قال لفيكتور كلمه صعبه قوي في الوقت ده، قال له لو فيكتور لو ما بطلتش تيجي هنا كتير في مره من المرات مش هنطلعك وهتفضل معانا هنا. ساعتها فيكتور بياخد باباه بيقول له يلا بينا نجري، مش هينفع نقعد هنا اكتر من كده، وبيوديه المكان اللي كان فيكتور دايما بيستخبى فيه.
بابا بيقول له ايه المكان دوت، وساعتها فيكتور بيقول له اصعب حاجه، بيقول له ده المكان اللي كنت بستخبى فيه من الوحوش اثناء لما ما كانش فيه ناس هنا خالص. ساعتها ابو فيكتور قال له انت كنت لوحدك هنا؟ انت ما كانش معاك اي حد وكنت طفل لوحدك؟ طب الدميه دي هنعمل بيها ايه؟ فيكتور بيقول له جاسبر ده هو اللي كلم كريستوفر قبل كده وقال له كل حاجه عن القريه دي، وهو لازم يتكلم تاني. على الجانب التاني بنشوف كريستي وهي فتحت السونار وبتوري لفاطمه الطفل بتاعها. ساعتها شفنا اغرب حاجه ممكن تحصل، ان فاطمه مش حامل اصلا. ساعتها كله بيبص لبعضه، يعني ايه مش حامل؟ دوري كويس اكيد في حاجه. قالت لها ده المكان اللي المفروض يبقى فيه البيبي. ساعتها أليس بيقول لها احنا لازم نحترم على كل حاجه. على الجانب التاني بنشوف ال جي بسبب الصور اللي كان بيصورها وهو جاي بيطبع الصوره بتاعت فاطمه، لقى الوحش اللي بيظهر له ده ظاهر في الصوره بتاعت فاطمه. وبعد كده لقى الوحش ده جاي وراه وبيقول له على فكره انا اقدر ان انا انقذكم وانقذ كل الموجودين لو انت ساعدتني. وهنا بتخلص احداث الحلقه السادسه، ولسه مستنيين طبعا الحلقه السابعه والثامنه والحلقات اللي جايه، والموضوع عمال يكبر والاحداث عماله تزيد والنظريات عماله تزيد جدا جدا الفتره اللي فاتت دي. ومع الحلقات اللي جايه الموضوع هيتطور اكتر. ما تنسوش تتابعوني وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.